السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير. تعالوا بقى ان شاء الله النهارده عشان نعمل مع بعض الشربات. لاي حاجه بقى، للكنافه، القطايف، البسبوسه. نجهزها كده نستخدمها في اي وقت. حبيت تعملي اي حلويات في اي وقت تبقى عندك الشربات جاهز. يلا شوف هنعمل ايه مع بعض. اول حاجه انا معايا كده 3 كيلو من السكر. انا هعمل كميه علشان انا كل يوم في رمضان بعمل حلويات، فهحتاج بقى 3 كيلو زي ما انتم شايفين كده. ده سكر التموين، ومعايا كده عسل كلوكوز جايبه كده برطمان، ومعايا كده ازاز فانيليا عادي لو انت عندك سايبه اللي هي البودره. تمام. اي فانيليا عندك استخدميها، دي اللي عندي حاليا السايله. هحتاج بقى هغلي ميه في الوقت ده. تعالى ما احط السكر يكون غليت معايا. انا هحط كده السكر كله في قلب الحله، احط ال3 كيلو، وبعد كده بقى افضي بقى العسل الكلوكوز كله. ميزة العسل الكلوكوز اللي هو بيديلي قوام حلو قوي للشربات. انا مش هحتاج خالص ليمون، مش هحط ليمون خالص علشان الليمون بيديني طعم وحش قوي للشربات، بيدي زي مزازه كده مبقاش حلوه. مش هنحتاج خالص ليمون. انا حطيت كده زي ما انتم شايفين كده ميه سخنه. قبل ما تحطيه على النار لازم تدوبيه الاول، وبعد كده ترفعيه على النار وتسيبيه لمده ربع ساعه تلت ساعه لحد ما يبقى القوام معاكي تقيل. سيبيه بقى بعد ما غلي معاكي كده مده ربع ساعه، تسيبيه يبرد خالص تماما. وبعد كده زي ما انت شايفه كده، بصي القوام عامل ازاي، تقيل ازاي. هو غامق عشان بس ده سكر التموين. لو انت عندك سكر ابيض هتلاقيه افتح من كده. اي سكر عندك موجود استخدميه، مش هيقول لا. زي ما انت شايفه كده يا حبيب قلبي كده. العسل معانا جاهز اهوت. في اي وقت تقدر تعمل حلويات تبقى جاهزه معاكي لشهر رمضان. كل سنه وانتم طيبين يا حبيب قلبي. لو عجبكم بقى الشربات بتاعي ما تنسوش تشتركوا في القناه وفعلوا الجرس علشان يوصلك كل جديد. واحلى لايك كده احلى خير في الدنيا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.